اهلا بيكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العامة لبرج الدلو، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الدلو، انا شايف يا اما في حد عايز يكتب لكم رسالة، وزي ما يكون رسالة حب او رسالة للاعتراف بالحب، وزي ما يكون شخص عايز يعبر لكم عن مشاعره، وزي ما يكون الشخص ده يمكن بيتخيل ردة فعلكم او بيتخيل الفرحة او السعادة يمكن اللي في الوقت ده متملكة منكم. بس انا شايف ان في حاجات يمكن لغاية دلوقتي انتوا لسه متعرفوهاش او مخفية عنكم، او بالنسبة لكم فيها غموض او شك، او انتوا زي ما تكونوا مش على يقين او مش متأكدين منها. بس انا شايف ان في ذكريات كتير زي ما تكون منتظراكم، والذكريات دي زي ما تكون لسه انت مشاركتوهاش مع الشخص او مع الانسان اللي انتوا بتحلموا بيه او بتفكروا فيه او حتى بتتمنوه. انا شايف ان في حاجات كتير يمكن بتثير شغفكم كمان في الفترة دي، ممكن يكون دراسة او ممكن يكون حب معرفة او امر معين، وفي حاجات كتير عندكم فضول بشأنها، او يمكن حابين ان انتوا تتعلموها، او يمكن تنموا مهاراتكم او مواهبكم. وانا شايف ان ده ممكن يكون انسب وقت ليكم ان انتوا تعملوا كده. وانا شايف كمان ان في حاجات انتوا تعرفوها، الحاجات دي زي ما تكون هتسيب بصمة او علامة كتير حلوة وجميلة في حياتكم. وفي حد فيكم ممكن يكون بيكتب كل الحاجات السلبية في ورقة وبيحرقها. وانا شايف ان انتوا بتحبوا تحللوا الامور، وبتحبوا ان انتوا تفهموا ادق التفاصيل او ادق الامور اللي مش اي حد بيفكر فيها او بيبحث عنها او حتى يحللها. وانا شايف ان في حاجة حلوة داخل حياتكم، زي ما قلت لكم، يا اما اعتراف بالحب، يا اما هدية حلوة، يا اما خير داخل حياتكم. وشايف ان ممكن يكون في كتير رزق هيعود على حياتكم في الفترة اللي جاية دي ان شاء الله. وزي ما يكون في انفراجة حلوة جدا او بيبان كلها خير هتتفتح ليكم. وفي كتير منكم يمكن في الفترة دي بتتمتعوا بجاذبية قوية جدا، ويمكن كل الناس عندها فضول لشخصيتكم وحابة انها تكون قريبة منكم وتتعرف عليكم. وفي شخص بيحاول ان هو يكسب قلبكم، ويمكن يكون الشخص ده انتوا معاه في علاقة صداقة او عايز يبتدي علاقة صداقة معاكم، وهو جواه كتير مشاعر حب وشغف اتجاهكم. وانتوا بالنسبة لناس كتير جدا انتوا مصدر بهجة ومصدر سعادة. وفي ناس بكلامها معاكم أو بوجودها معاكم بتحس بارتياح أو بسلام. والناس دي بتحس لو شايلة هم الدنيا أو عندها مشاكل أو مسؤوليات، بمجرد ما انتوا بتكونوا موجودين معاهم، زي ما يكون ليكم طلة أو ليكم روح حلوة، أو ليكم زي ما يكون خفة دم بتنسي أي حد هموم الدنيا وما فيها. وفي كتير منكم ممكن تكونوا بتتمتعوا بشفاء، ويمكن انتوا من النوع اللي جواكم كتير طيب، او جواكم كتير حاجات حلوة، وزي ما يكون انتوا بتحبوا ان انتوا تساعدوا الناس اللي حواليكم. ويمكن انتوا لما بتشوفوا حد في وضع كتير صعب او ميؤوس منه، بتحاولوا ان انتوا تساعدوه وان انتوا تخرجوه من الازمة اللي هو ممكن يكون فيها. وفي حاجات كتير في حياتكم هيكون فيها تحسن. وفي كتير منكم ممكن تكونوا هتهتموا بمظهركم او هتلعبوا رياضة، او زي ما يكون هتعملوا حاجة هتحسن من مظهركم. بس في حاجة زي ما تكون هتزيدكم جاذبية او هتكون تغيير ايجابي في حياتكم. وانتوا كتير مميزين، وفي منكم اللي ممكن لما بيدخل مكان ممكن بيكون ليه طلة ملحوظة. وانا شايف ان في الفترة اللي جاية الحظ هيكون حليفكم، وفي حاجات كتير انتوا هتعرفوها او هتكتشفوها او هتجيلكم لغاية عندكم، والحاجات دي هتجلب لكم في حياتكم سعادة كبيرة جدا. وانا شايف كل اللي انتوا بتتمنوه بإذن الله هيتحقق. وانا شايف ان في حد مشاعره كتير اتجاهكم، كتير مشاعر حب، وفي حد عايز يبوح بمشاعره ليكم، حتى لو كان الشخص ده انتوا في علاقة زواج معاه او حتى علاقة حب. وانا شايف ان الشخص ده بيكن لكم مشاعر جواه اكتر بكتير من اللي بيعبر عنها. ويمكن الشخص ده زي ما يكون انتوا ملكتوا قلبه، والشخص ده شايفكم في منتهى الجمال، وشايفكم شخصية كتير جذابة، وزي ما قلت لكم ليكم طلة، وليكم حاجات كتير بتميزكم، وليكم ستايل خاص بيكم. وفي كتير منكم ممكن تكونوا بتحبوا الورد، او من كتر ما انتوا احساسكم عالي بتحسوا بكل حاجة حواليكم. يعني لو انتوا قلتوا لحد مثلا انت عامل ايه وقال لكم انا كويس وهو مش كويس، انتوا بتحسوا ان هو مش كويس، وبتحسوا بالناس اللي حواليكم، زي ما يكون الحاسة السادسة عندكم عالية جدا.
وانا شايف ان للبعض منكم ان انتوا بتخططوا ان انتوا تخرجوا او ان انتوا تطلعوا رحلة، او ممكن يكون في مناسبة يتم دعوتكم ليها. وانا شايف هنا ان ممكن يكون بيفصلكم عن حد مسافة. الشخص ده ممكن يكون كتير عزيز عليكم، او ممكن يكون الشخص ده بيفكر ان هو يقابلكم، او ان هو ممكن يكون في ما بينكم وما بين حد خصام او انفصال او بعد، سواء كان حبيب او صديق او حد من العيلة او حتى زوج. وانا شايف ان الشخص ده بيفكر ان هو يجي ويكون قريب منكم، وان هو يشوفكم، وان هو ينهي البعد او الخلاف ده. وانا شايف ان في خير كبير جدا هيكون ليكم، والخير ده زي ما يكون مكتوب لكم. وانا قلت لكم قبل كده ان في حظ حلو جدا في حياتكم اللي جاية، وفي حاجات كتير ربنا هينعم عليكم بيها. وانا شايف ان في حاجات كتير انتوا هتكتشفوها او هتمروا بيها، وهتساعدكم على النمو. فما تخافوش من التغيير، وما تخافوش ان انتوا تكسروا الروتين، ودايما خليكم على استعداد للتغيير، وعلى استعداد ان انتوا تصادفوا حاجات كتير جديدة حلوة جدا. وانا شايف ان انتوا لو بتمروا في الفترة دي بعدم توازن، وان الامور او الاوضاع مش متظبطه معاكم، وانا شايف ان هيبقى فيه توازن حلو جدا في حياتكم في الفتره اللي جايه، وهيبقى فيه استقرار حلو جدا، وهيبقى فيه عوض كبير من ربنا ليكم، وهيبقى فيه مفاجآت ليكم من ربنا، وحاجات حلوه كتير في حياتكم خلال الفتره اللي جايه. ولو انتم منفصلين او في بعد ما بينكم وما بين شريك حياتكم، هيكون في رجوع باذن الله، والوضع هيستقر معاكم، وهترجعوا احسن من الاول باذن الله خلال الفتره اللي جايه. فما تقلقوش وتفاعلوا خير. ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم.